أولا المشكلة الكردية بالأساس في سوريا هي ليست وليدة اليوم. هي بدأت من الإحصاء في عام 1962، وظهر أن هناك الكثير من الأكراد المكتومي القيد والذين يناط بهم كامل الواجبات دون أي حقوق. وكان هناك على مدار هذا التاريخ تجاهل حقيقي للمكون الكردي في سوريا. الآن يحاول التملص من استحقاق حقيقي النظام السوري من حقوق الأكراد الذين ظلموا مرتين، أولا من الاستبداد كمواطنين سوريين، وثانيا كأكراد أيضا محرومي الحقوق وحقوق المواطن السوري. لذلك لا نستغرب هذا الأمر من قبل نظام مستبد لم يقدم أي شيء لشعبه على المستويين، الشعب ككل ولكل مكونات سوريا بما فيهم الأكراد. مسألة أخرى مهمة جدا في الوقت الحالي، النظام السوري يحاول الاستفراد في الأكراد أيضا، ويحاول أن يعمل معهم ما يمكن أن نطلق عليه توافقات، مصالحات، وعود، مماطلة، تسويف إلى آخر ما هنالك، وبالتالي حتى يعود إلى ما كان عليه سابقا من ممارسات وقمع أيضا. لذلك هذه مسألة مهمة جدا. أما فيما يخص الائتلاف فقد فقد شرعيته حقيقة. الوطنية السورية وأصبح أداة كلية في يد الأتراك لا هم له إلا خدمة المحتل التركي، وبالتالي لا يعنيه الأكراد بأي شكل من الأشكال. ومع الأسف أود أن أنوه هنا إلى حضور وبقاء المجلس الوطني الكردي الذي يحاول من خلال وجوده بالائتلاف أن يدعي أنه يمثل الأكراد أو يمثل السوريين أيضا من خلال وجوده في الائتلاف. لذلك لا يعول على الائتلاف الذي فقد شرعيته بشكل كلي كمكون وطني سوري. وشكرا.